به اشتهر رحمه الله عز وجل. وأما قصة الخوارزمي في سكرات الموت ما أخرج الإمام الولوالجي في كتابه إرشاد الأريب قال: دخلت على أبي الريحان محمد ابن أحمد الخوارزمي وهو يجود بنفسه وقد تشحرج وضاق صدره، فقال لي: كيف قلت لي يوما في الجدة الفاسدة، وهي الجدة من قبل الأم؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحال؟ فقال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا لي من أن أودع الدنيا وأنا جاهل بها؟ قال: فأعدت عليه فحفظ. ثم خرجت من عنده وسمعت الصراخ وأن الخوارزمي قد توفي رحمه الله عز وجل. ولنا في قصة الخوارزمي الفلكي رحمه الله تعالى عبرة وعظة، وهي أن الخوارزمي لن يكل ولم يكل عن طلب العلم حتى وهو في سكرات الموت، حتى وهو في السكرات يرشدك أيها المسلم إلى أن العلم لا بد من تعلمه ولا بد من مراجعته حتى وأنت في حالة الاحتضار. فنسأل الله عز وجل أن يتولاه في الآخرة وأن يجعله من أصحاب اليمين وأن يختم لنا وإياه بالسعادة، إنه خير مسؤول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.